100,000 جنيه بالبنك الأهلي وبنك مصر فايدتهم كام بالشهادات الجديدة ومميزات وعيوب الشهادة الجديدة سواء شهريا أو سنويا. تعال نشوف كل التفاصيل، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. كل الشهادات اللي هتنزل جديدة هتكون على القناة، فعشان كده بنذكرك ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو. تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. بعد تغيرات اسعار الفايدة ورفعها من قبل البنك المركزي اليوم بمقدار 600 نقطة اساسي، وتم تغيير واصدار شهادات بالبنك الاهلي وبنك مصر. والبنك المركزي اليوم عقد اجتماع استثنائي وقرر فيه رفع اسعار الفايدة 6%، تصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 27.4% وال28.4% وال27.75%. كما تم رفع سعر الائتمان الخاص ليصل إلى 27.75%. وتم اجتماع الإلكو في البنك الأهلي وبنك مصر لاتخاذ قرار إصدار شهادات جديدة وتغيير أسعار بعض الشهادات. والشهادة الجديدة وهي شهادات تنقسم إلى قسمين. أول شهادة معانا وهي شهادة بعائد 30% أول عام، وتاني عام 25%، وتالت عام 20%، ولكن الشهادة دي بتصرف سنويا. طيب عند استثمارك مبلغ في الشهادة السنوية ب100,000 جنيه في أول عام، 100,000 جنيه في 30% بتساوي 30,000 جنيه. تاني عام 100,000 جنيه في 25% في تاني عام هتساوي 25,000 جنيه. أما السنة الثالثة 100,000 جنيه في 20% هتديك 20,000 جنيه، وده في البنك الأهلي أو بنك مصر. ولكن بنك مصر قرر يصدر شهادة أخرى شهرية لمدة 3 سنوات، أول عام فيها 26%، وتاني عام 22.5%، وتالت عام 19%. طب لو أنا استثمرت 100,000 جنيه فيها، يبقى 100,000 جنيه في أول عام في 26% هتديك 26,000 جنيه سنوي، أما هتقبض شهري هتقبض 2166 جنيه. طيب تاني عام 100,000 جنيه في 22.5% يبقى 22,500 جنيه، أما شهريا هتقبض 1875 جنيه في تاني عام. تالت عام 100,000 جنيه في 19% هتديك 19,000 جنيه سنويا، أما شهريا 1583 جنيه شهريا. انتظر منا باقي تفاصيل الشهادات الجديدة اللي هتصدر سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر أو جميع البنوك. كل اللي عليك انت بتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك الفيديو، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة.